ويا قال خالد أمس سهر ولا نهار، مهموم مبعد عن محله وصر وجاتني من ديرتي خاس الأعلام، أشعاد أبشع من خبر موت عمي محمد كان شاجع ومقدام، وشيخ في الحديان وافي ونجم. مرثية من كلمات القيل خالد أحمد صالح الحياني، كتبها بعد وفاة عمه الشيخ محمد صالح أحمد الحياني رحمة الله تغشاه وأسكنه فسيح جناته. أداء الشاعر أبو تركي التنني. مع تحيات سول ستوديو طه المرادي. يقول خالد أمس سهر ولا نام، مهموم مبعد عن محله وصر وجاتني من ديرتي خاس الأعلام، أشعاد أبشع من خبر موت عمي محمد كان شاجع ومقدوم، وشيخ في الحديان وافي ونجمي، المعرفة والعرف من بعدها ايتام، والقاب يا له ثقله على حسب علمي. أهوى من فرقه مقحقح وصمصام، اللي راح له الدحل وعزمي، اللي كان مفتوح المواقف ما تقاهم، وفي القبل كان ضمي ولمي، غدر ودمع العين من بعدها كوام، وصارت أيامي غدرة وظلمي. مرحومة يا ابو سعد يا خير الاعمام، بموتهم هدم كياني وحلمي، واحمل بعد ابي كنت لنا درع وحزام، وكنت اعدك دايما اب رسمي، والعم ذي عاده سبق قبلك عوام، لازال حزنه بعد في وسط عظمي. الله يرحمكم على مر الايام، والله يصبر قلب موجوع مدموي، على فراق وفواجه طيب الانساب، عيال صالح مد عظامي ولحمه، والتعزيه اللي في مشابب وكرام، لسعفي واخواني وربعي وقومي، للأحمد السعد ويا سبعها نعوم، أولاد بني حيان مني وباسمي، قوم المروه والشجاعة والقدوهم، منهم مجرى شرايين دمي، ونعم بهم كمل مشايخ وغروهم، بطارفه ذي نجمهم مثل نجمي.
الله يعظم أجرهم خاص والعام، عزي الشبطان في موت عمه، الشيخ ذي العرف والصلح هكاهم، ولا صاحب معروف يحرس ويحمي، زياد بك باشتد يا شاب